السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد وليد أو أول مشجع لسيراميكا. النهاردة جاي أقول لكم طبعا إحنا في توقف دولي، ولما التوقف الدولي ده هيخلص إحنا عندنا هنبدأ بقى الجولة أو الجولات بتاعة مجموعة البطولة. مجموعة البطولة في الدوري المصري اللي كل فريق منها بيلعب 6 ماتشات. تمام، هم 7 جولات، في فريق هيبقى أوف في كل جولة، وهنلعب 6 ماتشات. بالنسبه لل6 ماتشات انا جاي اتوقع النهارده ال6 ماتشات بتوع سيراميكا. يا جماعه انا جاي بقى اعمل لكم سحر ودجل وبتاع. هتوقع لكم ال6 ماتشات 99% هتطلع غلط وهتحفلوا عليا بعد الفيديو ده. بس انا جاي اتوقع لكم الماتشات بتاعتنا. الماتشات بتاعتنا طبعا جايبين ايه؟ جايبين الكراسه بتاعتنا والقلم. الكراسه والقلم نمشيها خطوه خطوه. اول حاجه هنخش في الموضوع عارفين زي ما انتم عارفين، بس قبل اي حاجه ممكن تعمل سبسكرايب، اشتراك في القناه، ممكن تعمل لايك، وممكن تفعل زر الجرس، وممكن تخش عندي على التيك توك والانستجرام والفيسبوك عشان انا بنزل في كل حته فيديوهات مختلفه تماما. هتتبسط. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. الجوله الاولى عندنا هيبقى موجود النادي الاهلي امام سيراميكا. طبعا الماتش هيكون صعب جدا قدام النادي الاهلي. نادي كبير، كبير افريقيا، كبير مصر. ما فيش اي يعني ما فيش اي حد يختلف على الموضوع ده. لكن انا شايف ان انا ما بعرفش اكسب الاهلي. يعني دي الفكره، ان انا ما بعرفش اكسب الاهلي. وخصوصا ان الماتش ده يا جماعه هيكون موجود في استاد المقاولين. انا ان شاء الله هحضر الماتش ده، يعني لو حد بيتفرج على الفيديو هيحضر اتشرف جدا ان انا اشوفه واسلم عليه. فالماتش ده هيبقى طبعا ماتش صعب جدا، واستاد المقاولين وظل الظروف اللي الاهلي بيمر بيها دلوقتي. انا بتوقع ان احنا هنقدر ننجح ان احنا نكسب 2-1. ده توقعي للماتش ده. اتمنى يا رب ان شاء الله اكون صح ونكسب النادي الاهلي. ده اول ماتش بالنسبه لنا. عندنا بعدها كده ماتش انبي. طيب حاجه بس عشان ماتش الاهلي يا جماعه او عشان النادي الاهلي، انا عايز جمهور الاهلي ما يزعلش. الاسد يمرض ولا يموت. بجد كنت بقول الكلمه دي دايما لما بيخسر الاهلي او لما يخسر الزمالك. ركزوا يا جماعه بجد، خليكوا ورا فريقكم، ما تبطلوش تشجعوه. ما تبطلوش تشجعوا وتروحوا وراه وتتبسطوا. لان انا واحد من الناس، انا بحلم ان انا اكون بشجع فريق زيكم. هو اكيد انا في ايدي ان انا اعمل حاجه زي كده، بس انا خلاص يعني انا بشجع فريق ومنتمي لفريق. ولكن بجد يا جماعه اوعوا تيأسوا. يعني النادي الاهلي نادي كبير وطول عمره بيرجع، بيعدي عليه فترات صعبه وبيرجع يكسر الدنيا تاني طبعا. عندنا بعد كده عندنا ماتش صعب مع انبي في بتر سبورت. الملعب بتاعهم يا جماعه ملعب هايل جدا، ملعب صعب وضيق، ضيق قوي، ملعب ضيق. فانا لما رحنا قدامهم في كاس الرابطه خسرنا منهم. الملعب ضيق، اللعيبه اللي بترمي الثرو باص بيروح بعيد قوي. ليه؟ لان الملعب صغير. فاعتقد ان دي حاجه بتبقى ميزه لصالح انبي صاحب الارض. فاعتقد ان الماتش ده هيخلص 1-1 تعادل. انا شايف كده. هنروح بعد كده هيبقى عندنا ماتش بعدها مع سموحه. ماتش صعب جدا طبعا في برج العرب. استاد سموحه متعود عليه طبعا، بيلعب عليه كتير. آه، لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكسب. سموحه برده مش الخصم اللي هو اقوى خصم موجود في المجموعه، لا خالص، هو يعني كويس الى حد ما. آه، اعتقد ان هو نقدر نكسبهم 1-0 ان شاء الله. وكده يكون معانا لحد دلوقتي 7 نقط. تمام، ان شاء الله يا رب يعني يحصل كل كده. ماشي، عندنا بعد كده الجوله الرابعه احنا اوف مش هنلعب. عندنا الجوله الخامسه ان شاء الله. الجوله الخامسه احنا هنلاعب المصري. المصري ان لو هو بنتنافس على مين اللي يبقى في المركز الرابع، بل التالت كمان عادي، لان في فرق من التوب 3 عماله تقع، اهلي وبيراميدز زمالك. فاحنا انا شايف يعني الماتش ده هيبقى ماتش دمار، ضرب نار، هنموت بعض، مش هنحل بعض بجد. آه الماتش ده هيخلص 2-2. انا شايف كده. الماتش ده في برج العرب. المصري هيكون متعود طبعا، المصري يبقى عنده حماسه، واحنا عندنا برضه هنبقى نازلين احنا الاثنين بنحزق، بجد بنحزق عشان ال3 نقط دول، لان مهمين جدا، هيقربوا الفريق اللي هيكسب الماتش ده هيقرب جدا للكونفدراليه اعتقد. لو طبعا المصري ما خسرش في بداياته او ماتشاته، او سيراميكا ممكن، طبعا توقعاتي دي كلها تطلع غلط، فسيراميكا ممكن يخسر عادي ويقع عادي. عندنا بعد كده بيراميدز في استاد هيئه قناه السويس. يا جماعه مجموعه البطوله بجد مجموعه ضمه كميه فرق هايله هايله 10 على 10. بجد الفرق اللي تعبت طول الموسم، اللي تعبت جابتها بعرقها طول الموسم،
هي الفرق اللي موجوده في المجموعه بتاعه البطوله، مجموعه خطيره. معانا بيراميدز هنلاعبهم في استاد هيئه قناه السويس. استاد هيئه قناه السويس اللي لما بيلعب عليه سيراميكا انا ببقى مبسوط، ببقى مرتاح شويه، ببقى مرتاح كتير بجد يعني. حتى لما لعبنا الزمالك في الكاس كنت مبسوط من حته ان في استاد هيئه قناه السويس دي، بسمعها قلبي بيطمن، قلبي بيطمن برتاح. ليه؟ لان استاد جميل تحفه. انا كلاعب ببقى هناك كمشجع، يا الكراسه تقع. انا كمشجع ببقى قاعد هناك في المدرجات ببص ايه ده، ايه الفخامه والعظمه دي بجد. مصر ما شاء الله عندها استادات للمستقبل. الله اكبر، يا رب احفظنا يا رب العالمين. فاستاد بحبه جدا، سيراميكا ان شاء الله هتلعب فيه باذن الله، هنقدر ان احنا نكسب بيراميدز 1-0 ان شاء الله. معانا كام نقطه يا ابني؟ معانا 8، ادي 8، 8 و3 كام؟ 11. معانا 11 نقطه. انا كده تقريبا كسبت الدوري مش عارف، بس مش مشكله مش مشكله مش مشكله. استاد القاهره عندنا بعد كده، ده اخر جوله، الجوله السابعه عندنا في استاد القاهره. عندنا ماتش مهم جدا مع الزمالك. الزمالك اللي انا اعتقد وبتوقع ان الماتش ده في الجوله الاخيره، في الجوله السابعه، هيكون ده ماتش تسليم البطوله او تسليم درع الدوري لنادي الزمالك. نادي الزمالك العظيم اللي عمل موسم عظيم جدا 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 جدا. واعتقد كمان ان هم ممكن ساعتها يستلموا بعد كده يطلعوا يلعبوا نهائي كونفدراليه. اعتقد بالتوفيق لنادي الزمالك طبعا وجماهيره العظيمه، كلكم على دماغي. فاعتقد ان الماتش ده هيبقى ماتش بقى تسليم درع دوري، ففي اجواء وفي جماهير اعتقد، والدنيا هتبقى متدمره وتكسير بقى وبتاع ومش عارف ايه، وحماسه شديده جدا لجماهير لعيبه نادي الزمالك وجماهيره والله. فاعتقد ان من المتوقع ان احنا هنخسر الماتش ده للاسف 3-1. اعتقد ان احنا هنخسر الماتش ده 3-1، ده انا بتوقعها يعني. واعتقد ان احنا كمان ممكن نكون هنجيب الجون الاول، فهيبتدوا يخافوا فهيهاجموا علينا، هيبهدلونا، هيحطوا فينا 3 اجوان. ده انا توقعاتي كلها للسبع او للسبع جولات او للست ماتشات اللي احنا هنلعبهم في السبع جولات بتوع مجموعة البطولة. بالتوفيق لكل الأندية. أكيد في أندية تعبت عن أندية تانية فهتستحق إن هي ممكن تصعد كونفدرالية أو حاجة. أنا شايف سيراميكا من الفرق دي، وشايف نفسنا إن إحنا فرقة تعبنا، اشتغلنا على نفسنا كتير. ف يعني مش يعني إن شاء الله إن إحنا نتكافئ بإن إحنا نصعد الكونفدرالية الأفريقية بإذن الله. وأتمنى يا رب إن إحنا نصعد كمان لدوري أبطال. إحنا معانا 11 نقطة، ده من اللي انا جمعتهم يا رب، من توقعاتي يا رب. انا عارف ان هي بنسبه 99% هتطلع غلط وهترجعوا تحفلوا عليا بس انا قلت اتوقع، وهم 11 نقطه. ف 11 نقطه اتوقع ممكن توديني في حته بعيد كمان، ممكن تطلع دوري ابطال، اتمنى يا رب العالمين. بس وبالتوفيق للجميع. وعايز اقول لكم ان انا بحبكم جدا، ويا رب تخشوا الجنه زي ما اياد موجي بيقول. ربنا يوفقنا كلنا وندخل الجنه كلنا يا رب، ويغفر لنا ويسامحنا. صلوا على النبي. وما تنسوش زي ما قلت لكم تعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناه، لايك، ممكن تخشوا عندي على تيك توك تعملوا لي فولو، انستجرام، فيسبوك. بحبكم جدا، مع السلامه.